السلام عليكم. كما نوهنا بالحلقة السابقة أنه أكثر نباتات تتحمل الحر وتتكاثر، يعني قصدي بالسندانة وبالأرض. احنا بدينا بالدم العاشق، والنهاية هو شعاع الشمس. وأنا ذكرت شعاع الشمس اللي بدينا بيذكرون، فإن شاء الله راح أراويكم التكاثر ماله. طبعا اللي التكاثر ماله كلهن نفس الشي، حتى ما انه كل يوم ينزلكم تكاثر ماله حلقة ويطول مقطع بدون فايدة، احسن من كلهن بفيديو واحد. طبعا التكاثر هو ثلاث طرق. الطريقة هي ثلاث طرق: طريقة بالترقيد، هتجيب النبات طبعا هاي اول طريقة. طريقة ترقيد، هاي أول طريقة. طبعا وترشونه كل ما ترشون الحديقة، ترشونه. طبعا كهن نفس التكاثر. أنا مرة هسه منزل لي مقطع بدون فايدة، هذا مقطع واحد للفايدة. هاي طبعا أول طريقة. إذا تردون هذا الترقيد هوائي، هو أسهل شي. تحطونها تقريبا 15 يوم هو جذر، 15 يوم تقريبا جذر. هاي أول طريقة. الطريقة الثانية تقدرون تخلونه بالماي. يعني طبعا كلهن نفس النباتات. شوف هسه هاي الجذر مالته كلهن نفس النباتات، واحنا هسه بشهر الثامن. طبعا شهر الثامن ما تريد تكاثرونه تحت الأشجار، يعني مو بالشمس، تحت الأشجار. هاي الطريقة. هذه هاي كمان، هاي شوف، هاي بالماي تقريبا هو 4 أيام 5 أيام إلى أسبوع يجذر. هاي الطريقة الثانية. بالأقلام. هسه القلم تنظفه من جوا، نظفه. ثالثة بالأقلام. بس شني كان بالشتاء أو كان بالصيف، يعني بالشتاء أم بالصيف، يعني بالجو الحار. إنه الجو إذا يحتدر عادي، إذا كان بالشتاء أم بالجو الحار لازم يتغطى بهاي البلاستيك. هاي ما أقدر إيدي بحري يتغطى. هاي تقريبا أسبوع يتغطى نفس الشيء شي، ويحط باللفياي. ومن اكو شغلة خلنا اقول لكم عليها. اذا شفتوه جذر هو اسبوع جذر، اذا شفتوه جذر لا تشيلون الغطاء هذا الفوقه بساع. يعني من هسه هذا مو مغطى، بس هذا مو مغطى هيجيه، لا تشيلونه هيج قبل. يعني او بداية من شفتوه جذر، يعني اول اسبوع هو يجذر. هاي زرفونه، تهوونه لمدة يومين 3 أيام، لمدة لا ينصدم نبات. تبغى شلون هسه بحضانة يعني. شوف، يعني من يشوفونه جذر تهوله. هاي أحب أنوه عليها النقطة. هاي الثالث للتكاثر، ثالث شغلة. وبالنهاية السلام.